السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير واحد غريبه بالزرع كتجي رائعه وطريقتها سهله في التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو عندنا ربعه ديال القمح ديال الزرع هذاك، وعندنا هنايا 4 المعالق ديال البافون، و4 المعالق ديال الزنجلان كحل، و4 المعالق ديال الزنجلان بيض، و4 المعالق ديال الزنجلان العادي الحمر اللي كنعرفو. عندنا 80 غرام ديال لاكاسونات او سنيده، عندنا 200 غرام ديال الزبده، هنايا ربعه ديال القمح بالنخاله ديالو، عندنا فاني، عندنا 80 غرام ديال نسلي العادي او نسلي كراميل. اما راه كنخدم بالنسلي هنايا عندي بودره ديال اللوز 50 غرام، و50 غرام ديال الفورص. كتقدروا تخدموا غير ب100 غرام ديال الفورص. غنبداو على بركه الله بالطريقه. كناخذوا الزبده في العجانه او تخدموا عادي شي زلافه. هنا راني خدمت بالكا، عندنا شويه الملحه، شويه الملحه، وغنزيد اما كاسوناد او سنيده العاديه 80 غرام. هنا نسلي كراميل، تقدروا تخدموا بالنسلي العادي. انا مره كنخدم بالنسلي العادي، مره كنخدم بالنسلي كراميل. كراميل كان عندي خدمت به ووظفته في هذه الوصفه. هنا عندنا فاني، هنا غندير زنجلان، يعني غندير جميع المكونات دفعه واحده. عندنا البافو قلنا 4 المعالق، هنا الزنجلان اسود كذلك. صدقوني الغريبه كتجي رائعه، بهاد الزرع اللي فيها كتجي بنينه. هنايا غنضيف 50 غرام ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو. كتقدروا ديروا فقط 100 غرام ديال الدقيق. انا غندير 50 غرام ديال بودره ديال اللوز و50 غرام ديال الدقيق. هنا غنضيفوا القمح بالنخاله ديالو، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الغريبه لان فعلا كتجي رائعه. صافي هنايا كنخليو المكونات تخلط حتى كتبدا تماسك لينا العجين. وزدت 50 غرام ديال الفورص. هنا كما كتشوفوا راني حيت العجانه. دابا غنخدم بيديا باش كنجرب الغريبه ديالي والعجينه، نشوفوا واش تماسكات وكنبداو نشكلوا غريبه على هذا الشكل هذا. دونك كما كتشوفوا واخا ما تكملوش الدقيق، الا تماسكت لكم او تجمعت لكم على شكل غريبه تقدروا تحبسوا. ما تنساوش هاد العجين راه ما فيها لا خميره لا والو، ما تخافوا منها ما حتى حاجه. المهم خاصكم تخدموها مزيان بحال هاد الشكل هذا، بحال شكل البهله. كتبغي الخدمه بحال شكل ديال البهله. هنايا غنبداو نشكلوا غريبه ديالنا. كنرشوا البلاصه اللي غادي نحطوا فيها غريبه، ولاننا غنديروا الطابع ضروري كنرشوا الدقيق. هذا الطابع ديال اللي كنا نقولوا الطابع ديال الدوزان. صافي وكنحطوه في الدقيق ونطبعوا الشكل هذا
تقدروا تخدموا بأي مرشم عندكم، هذا غير مرشم ديال 3 دراهم. ضروري ديروا المرشم في الدقيق باش يعاونكم ما تلصقش ليكم. دونك دابا انا غادي نكمل تشكيل الوريبات وغندخلوها طيب. بالنسبه ديالها بحال 170 درجه بالنسبه اللي عندو الفران ديال الضو، وكتخليوها طيب بحال شكل الصابلي، الطياب ديالها بحال شكل ديال الصابلي. كيف قلت لكم، بالنسبه للوز او الدقيق تقدروا ديروا فقط 100 غرام ديال الدقيق. غير الضو ديال اللوز انها كتجي مقرمشه بزاف وكتجي بنينه بالمقارنه مع الدقيق. هما بجوج سواء اللوز ولا الدقيق هما بجوجهم ناجحين، غير الفرق ان ملي كتضيفوا لها اللوز كتجي مقرمله اكثر، مقرمشه مقرمشه. نكمل الحلوى ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي، تتمه الوصفه. وهالحلوى بعد ما طابت كما كتشوفوا كتبقى محافظه على الحجم ديالها لان ما فيهاش الخميره. بالنسبه للتزيين كناخذ الشوكولات وكندوبو في حمام مريم وغادي نعمر الحفيرات. بالنسبه للنوعيه ديال الشوكولات تقدروا تخدموا باي شوكولات عندكم. هنايا اخذت بالشوكولات بالحليب شوكولا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بالزرارع. كيجي المذاق رائع من خلال المكونات اللي فيها، كتجي مقرمشه وكما شفتوا طريقتها سهله في التحضير. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاستحسان ديالكم، ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الغريبه، وإلا عجبتكم بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وما تنسوناش فضلا من لي لايك والبارطاج، وبالصحه والراحه.